أي حد حاسس إنه بيحسد يعمل خطوتين: خطوة مع نفسه وخطوة لما يشوف النعمة في إيد غيره. الخطوة اللي مع نفسه إنه يتمرن يوميا ولو 5 دقايق على عد النعم اللي عنده. تمشى كده في بيتك، تمشى في الشارع اللي انت ساكن فيه، تمشى في شغلك، وبص بعينيك وقول بصوت عالي: ودنك تسمعه. ادي نعمة، ادي سبحتي اللي ربنا اكرمني بيها عشان اذكر ربنا، وادي تليفوني اللي بعرف اكلم بيه الناس في اخر الدنيا اطمن عليهم، وادي عيني اللي شايفة اصلا الحاجات دي، وادي الاذان اللي بسمعه في بلدي وبقوم اصلي يا ربنا كرمني. عد، ولما ودنك وقلبك يسمعوا هتبدأ تنشغل بنفسك: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وما تنشغلش بالنعمة اللي في إيد غيرك. أما الخطوة التانية اللي تعملها لما تشوف نعمة في إيد غيرك فهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال لنا لما نبص على نعمة في إيد حد نبرك، نقول: ما شاء الله، تبارك الله، لا قوة إلا بالله. زي ما ربنا قال في القرآن: ولولا إذ دخلت جنتك، لما تشوف النعمة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اعمل الاتنين دول وما تنشغلش بموضوع الحسد، وربنا يكرم إن شاء الله.